أحلى حاجة في نواعم العيد الغريبة، حاجة كده بتدوب في البُق دوبان، ما فيش بعد كده، من غير بقى ما تقولي هتبصّم في إيدي ولا تفرش معاكِ ولا أي حاجة خالص، مقادير مضبوطة وعلى الشعرة، ما شاء الله المقادير دي مضبوطة جدًا، هتطلع معاكِ دايبة وناعمة زي ما أنتِ شايفة كده، ولا بصّمت في الإيد ولا أي حاجة خالص. بس قبل أي حاجة طبعًا زي ما متعودين مع بعض، صلّوا على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كده غريبة يعني السمنة بلدي، حابة تستبدلي السمنة البلدي بالسمنة من العادية براحتك، بس طبعًا الطعم هيختلف. معايا كده 150 جرام من السمنة البلدي، هانزل عليهم ب75 جرام من السكر البودر، هاضربهم كويس جدًا لحد ما السمنة والسكر يبقوا كريمي معايا بالشكل ده كده، وزي ما اتفقنا في كل النواعم ننزّل الجوانب كويس عشان السمنة والسكر تنضرب مع بعض. بعد كده معايا ربع كيلو من الدقيق، يعني 250 جرام من الدقيق، مجرد ما انزل بالدقيق بتاعي يا دوب هالم المكونات بتاعتي على بعضها بالشكل ده، هاخد قطعة كده وهاكورها بين ايديا، هاضغط عليها بصابعي طالما ما شققتش يبقى العجينة بتاعتي كده تمام، حابة تريحيها في التلاجة شوية تمام براحتك ريحيها. زي ما اتفقنا المقادير بتاعتي دي مضبوطة ما شاء الله، الكيلو الدقيق له 600 جرام من السمنة و300 جرام من السكر البودر، المقادير دي بقى لي ما شاء الله أكتر من كام سنة شغالة بيها، بتطلع معايا مضبوطة جدًا. عندِك بقى لوز، عندِك سوداني، عندِك أي مكسرات عندِك ضيفيها، ما عندكيش مكسرات يبقى بشوكة كده وحطيها في معلقتين كاكاو، بعد كده اضغطي على الغريبة، ما عندكيش كاكاو يبقى ببصمة الكحك، ما عندكيش لا ده ولا ده يا ستي الكل، يبقى من غير أي حاجة خالص، وربنا يحسن ما بين إيدينا دايمًا جميعًا يا رب. شكِّل بقى الغريبة كلّها بنفس الشكل ده كده، زي ما اتفقنا عندِك مكسرات، عندِك سوداني، عندِك أي اللي موجود عندِك ضيفيه أنتِ اللي هتاكلي. هاخلّص بقى الكمية بتاعتي كلّها بنفس الطريقة. بعد ما تخلّصي بقى تشكيل الغريبة بالطريقة اللي بتفضّليها، الشكل اللي هو المدوّر ده الولاد عندي بتحبه، ده يعني هتاخدي القطعة كده تلفّيها وبعد كده إيه، تتنيها بالمنظر ده كده، وعند التقفيلة بتاعتها تحطّي سوداني أو هتحطّي لوز اللي موجود عندِك. بالنسبة للتسوية الفرن بتاعِك سخن درجة حرارة متوسطة، هتحطّيها على الرف اللي في النُص هتاخد معاكِ من 10 دقايق ل12 دقيقة. هتطلع معاكِ بالشكل ده كده، مجرد ما تخرج من الفرن ما تجيش ناحيتها خالص وتسيبيها لحد ما تبرد خالص في قلب الصاج مكانها، شايفة؟ بالشكل ده كده، جميلة جدًا هتعجبكم، حاجة كده دايبة، بصراحة بالنسبة لي أحلى حاجة في نواعم العيد هي الغريبة. يا رب الوصفة بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، وما ننساش قبل أي حاجة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل سنة وأنتم طيبين.